معكم ماما رشيده. سمحوا لي بعد النوبات راه كنكون التصوير كيكون عندي شويه ماشي تاليه، لان كاين شي صور لي البنات كل مره تصور وحده، وحتى المونتاج سمحوا لي بزاف. اليوم غادي نديرو غير كيكه بالفرomاج، كيكه مالحه بالفرomاج والسميد رقيق، سميد ديال الحرشه، كتجي لذيذه ان شاء الله. عندنا غادي نبقى نقول لكم المقادير مع الطريقه والمقادير في مره واحده. عندي 3 البيضات متوسطين، الحراره ديال المطبخ 3 بيضات، نديرو معاهم معلقه صغيره سكينجبير صغير ونص معلقه ملح، نديرو معاهم واحد المعلقه ديال لاصوص الجيريان، معروفه هي ماشي الجيريان بس المهم لاصوص الجيريان معلقه هي كبيره ياك. وغادي نزيد معاهم معلقه خل، نص كاس زيت، كلشي نديروه في مره. شويه خميره الخبز، واحد 4 معالق الخميره الفوريه، غير 4 معالق كتعاوننا باش كيجي شويه مفقق هذا اسمو. غادي نخلط ونرجع لكم. ها هي الطاخ ديالنا المالحه بالسميد الرقيق، بعد ما درنا لها شويه حنطاج فوق باش تبقى تبين. ها هي غادي نقطع لكم واحد المورسون باش تشوفوا كي جاي دايره بالداخل. شوفوا الفرomاج كي باين فيها، شوف الفرomاج. ندوق واحد شويه نشوف كي جا. جديده مذاق الفرomاج جديده، نتمنى تجربوه. دخلته للفران، درت فيه شويه تاع الزريعه من الفوق، زريعه نوار الشمس. صافي نحاولوا ندخلوها هكذا، وكي تخرج غادي نعاود نرجع لكم. هيا لاطاخت ديالنا نديروها هنايا في المول. بغيتو تديروها في المول عاد تدخلوها للثلاجه شويه عاد طيبوها، بغيتو تدخلوها للثلاجه عاد تديروها في المول ديروها. المهم خصها تكون في الثلاجه، عاد تدخلوها للفران باش ديك الثلاجه داكشي اللي في الثلاجه كيعاونها باش تجي شويه منفوخه، لان عرفتوا السميد ما يتنفخش بزاف، ماشي بحال الفرينه. وانا درتها لكم بالسميد لان هذه صحيه، بسميد القمح احسن ما. المهم غادي ندخلوها للفران ونرجع لكم. خلطنا كلشي، المقادير اللي قلت لكم كلهم خلطتهم. غادي نزيدو شويه الزريعه، الزريعه نتاع نوار الشمس، هي راه مهمه للباس مزيانه. ونديرو واحد 2 خميره تاع 7 غرام، خميره حلوه 7 غرام غادي نديروها مع السميد، 200 غرام سميد، لان 200 غرام سميد رقيق، 200 غرام عقلو. غادي نخوي هذا السميد والخميره ونخليو الفرomاج حتى التالي. خصها تجي شويه، ماشي تجي شويه ثقيله على الكيكه. هاهي خلطناها، كي خلطناها نزيدو هذا الفرomاج. شوفوا الفرomاج راه شي 150 غرام فرomاج في 200 غرام 400 غرام سميد، 400 غرام سميد سمحوا لي، 400 غرام سميد فيها 200 غرام ديال الفرomاج، باش تجي نيت كما قلنا كيكه بالفرomاج، فيكون فيها الفرماج بزاف. نخلطوا كل شيء ونديروها في شويه في الثلاجه، وعاد نديرها في المول ونرجع لكم.